تعرف مين اللي جاب الجول للاهلي امبارح؟ ما تعرفش؟ تعالى. اشرف بن شرقي، اللاعب المغربي اللي وقع عقده مع الاهلي لمده موسمين ونص من اسبوعين. مش بس كده، الفيديو ده هنعرف كل تريكات عن اللاعب ده، وهل هو اضافه قويه للفريق، ويا ترى هيبقى نجم الفريق؟ ده كله هنعرف. قبل ما نبدا ما تنساش تدعمني باللايك والاشتراك في القناه، وتقول لي في التعليقات انت مع ولا ضد اشرف بن شرقي. يلا بينا على الفيديو. اهلا بيكم مع فرماج الكوره. اشرف بن شرقي اللي مكسر الدنيا في مصر، ولسه هيكسر الدنيا مع الاهلي في المباريات اللي جايه. ومش بس كده هيعمل قلق كبير في جميع انديه الدوري. السؤال بقى، هو الاضافه قويه للفريق؟ بص انا مش هجاوب، انا هخليك انت اللي تقيم بعد ما تسمع ارقام وانجازات اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي اللي عمره 30 عام ومسيرته الكرويه 10 سنوات. هنرجع بالزمن لورا ل 2023، وده بدايه اشرف بن شرقي مع النادي الريان في الدوري القطري. اول ماتش مع النادي الريان، اشرف بن شرقي عمل اسيست قوي لرودريجو، وتم تسجيل الهدف لصالح الريان في الدقيقه 97 في نهايه الماتش. ومش بس كده، نطلع بالمستقبل سيكا في الماتش اللي بعده في الكاس القطري مع الريان، واللي سجل اشرف بن شرقي اول هدف ليه في الكاس القطري. ونطلع شويه تاني لاواخر 2023، اشرف بن شرقي سجل هدفين، وكان التوب بلاير في ماتش الريان والمرخيه في ملعب الريان. في الدقيقه 47 تم تسجيل هدف من اشرف بن شرقي بشكل فردي. كمان بعدها ب 14 دقيقه في الدقيقه 61 تم عمل اسيست لاشرف بن شرقي، وتم تسجيل الهدف الثاني لاشرف بن شرقي. وبكده اشرف بن شرقي جاب الجون الثاني والجون الرابع للريان الماتش ده، والماتش خلص 6-0 بالمناسبه. نسيبنا من الريان وخلينا نجمع عدد اهداف اشرف بن شرقي في الموسم الاسطوري مع دوري نجوم قطر. عدد المباريات اللي لعبها اشرف بن شرقي مع النادي الريان 28 مباراه، وعدد اهدافه 14 هدف. ومش بس كده، عدد اسيستاته 6، يعني عدد الاجمالي للمساهمات التهديفيه 20. وده ياكد ليك عزيزي المشاهد ان اشرف بن شرقي كان مؤثر جامد في دوري نجوم قطر. حاسك بتقول يبقى احنا مالنا بقطر، عاوز اسمع ارقامه في الفرق اللي بنحبها في الدوري بتاعنا. من عيني، هنخش الدوري المصري الممتاز وهعرفك انجازاته واللي هي اكبر بكتير من الدوري القطري. بس انت لو مكمل لحد هنا فانت اخويا ما تنساش اللايك الرايق، وتقول لي انت اهلاوي ولا زملكاوي. اشرف بن شرقي في سنه 2019، واللي هي اول فرقه مصريه لعب معاها، واللي هي الزمالك. زمانهم زعلانين ان اشرف بن شرقي مشي وراح للاهلي. خلال فتره لعبه مع الزمالك، اول ماتش مع نادي الزمالك تم تسجيل هدفين بواسطه اشرف بن شرقي في الدقيقه الخامسه ضربه جزاء، وفي الدقيقه 55 تم تسجيل هدف بشكل فردي بواسطه اشرف بن شرقي. وبالمناسبه الماتش خلص 7-0 لصالح الزمالك. نيجي بقى على كاس مصر، واللي هو اقول لك ايه، اختبار سريع لجمهور الزمالك. ماتش الزمالك وبيراميدز خلص كام؟ مش فاكر، هسهلها اكتر. في سنه 2019 شهر 9 يوم 8. لو عرفت عرفني في الكومنتات، يبقى كده انت عاشق للزمالك بجد. الماتش خلص 3-0 لصالح الزمالك، واشرف بن شرقي لوحده جاب 2. في الدقيقه 63 تم تسجيل الهدف الثاني والجامد من اشرف بن شرقي بشكل فردي. وبعدها في الدقيقه 83 تم تسجيل الهدف الثالث من اشرف بن شرقي. وهكذا اشرف بن شرقي ماشي بالطريقه دي. لو الماتش فيه 3 اهداف، يبقى لازم اشرف بن شرقي جايب 2 على الاقل. وده ياكد ان اشرف بن شرقي ليه دور مهم جدا. وبالمناسبه عشان ما ننساش، دي ارقام اشرف بن شرقي في مسيرته مع الدوري المصري وتحديدا الزمالك خلال 3 مواسم. نسيبنا من الماضي واللي فات مات، ونيجي للنهارده او بالادق امبارح بتاريخ 2025 شهر 2 يوم 22 الساعه 7. وفي الدقيقه 72 تم تسجيل اول هدف للاهلي بواسطه مين؟ اكيد انتم حافظين، اللاعب العظيم اشرف بن شرقي. ونرجع للسؤال المهم، هل اشرف بن شرقي اضافه قويه للاهلي؟ اسيبك تجاوب انت في التعليقات. بس كده خلص فيديو النهارده. ولو انت كملت لحد هنا فانت بجد عزيز عليا جدا. لو عجبك محتواه ما تنساش تشترك في القناه. وبس كده، اراكم الفيديو القادم.